حادثة مقتل الممثلة هدى الشعراوي الله يرحمها ما بتمر هيك، هي مو بس قصة حزينة، هي صفنة لازم توعينا كلنا. الخادمة بالتحقيق قالت إنها كانت عم تحاول تسممها، وهذا الكلام ممكن يكون كذب لحتى تبرر جريمتها، أو ممكن يكون شيء أخطر بكتير غايب عن بالنا كلنا. بالتحليل الاجتماعي والنفسي في شيء اسمه الضلالات الاضطهادية، يعني الشخص بصير بيتوهم إنه الكل ضده أو الكل عم بيراقبوه وبدهم يخلصوا منه. هذا المريض ممكن يرتكب أبشع الجرائم وهو مفكر حاله عم يدافع عن نفسه. لما منجيب حدا من بيئة مجهولة تماما وعنده صدمات وضغوط نفسية مخباية، نحن عم نغامر بأغلى ما عنا. ورسالتي هلأ لكل ست بيت، إذا كنتي ما بتستأمني هالشخص على جزدانك أو على مصاريكي، كيف عم تتركيه مع أولادك لساعات لحالهم؟ هذا الكلام مو عن بنات القصر يلي عاشوا معنا سنين وصاروا جزء من العيلة، هذا الكلام عن الغريب يلي ما بنعرف عنه شي. نحن بزمن ما في رفاهية الإهمال أو النية الطيبة الزايدة، نحن بزمن لازم نكون على قدر كبير من الحذر. وبالنهاية نصيحتي إلكم، الوقاية مو أسوأ، الوقاية هي وعي. يعني لا تتركوا أطفال أو كبار السن مع مساعدة لحالهم بشكل كامل. ممكن إنكم تعتمدوا على كاميرات المراقبة بس لتطمنوا على نفسية الطرفين. والأهم من هاد، راقبوا سلوك المساعدة. يعني إذا شفتوا أي خوف غير مبرر أو عدوانية مفاجئة، لا تسكتوا عن الموضوع. بيوتنا أمانة والوقاية فيها أغلى من الندم. الله يحمي عائلاتكم جميعا.